كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. الإهمال وتناول الكحول من أهم العوامل المسببة للحوادث المرورية. مستشفى عداق حمص الأهلي يعمل بالتركيز على صحة الأمومة والطفولة. افتتاح مدارس للرحال في مديرية قارورة. روسيا تنشر طائرات حربية في جزيرة متنازع عليها مع اليابان. إدارة ترامب تمدد الإقامة لنحو 7000 سوري. عاصفة قوية تضرب نيوزيلندا وتقطع السبل بمئات السياح. من العناوين إلى التفاصيل. أهلا بكم. أكدت وكالة الأنباء الإريترية نقلا عن المواطنين بأن الإهمال في استخدام الطرق وتناول الكحول أثناء القيادة من أهم العوامل المسببة للحوادث المرورية. وذكر المواطنون بأن سرعة الفائقة ولفت الانتباه وعدم التركيز أثناء القيادة وكذلك عدم احترام قوانين المرور والاستخدام السيء للطرق العامة سواء كان من رواد الدراجات الهوائية والمشاة، بالإضافة إلى الإفراط في تعاطي الكحول تعد من أهم أسباب الحوادث المرورية السائدة، وللحد من تلك العوامل يتطلب رفع وعي مستخدمي الطرق العامة. وأشار المواطنون إلى أن خراب الطرق في بعض الأماكن الذي يمكن صيانتها بأقل تكلفة لكنه لا يجد الاهتمام الجيد، واختفاء إشارات المرور تلعب دورا بارزا في تسبب الحوادث المرورية. وفي التوضيح الذي قدمه عضو وزارة الصحة سيد فيلمون هبت ميكائيل الذي قدم دراسة حول ظاهرة الحوادث المرورية في البلاد وأضرارها لوكالة الأنباء الإريترية، أوضح بأن العوامل المسببة للحوادث المرورية تتجزأ إلى طبيعة الإنسان وصحة المركبات والبنية التحتية للمواصلات بالإضافة إلى القانون وسبل تنفيذه. وقال خبير الصحة العالمية في دراسته إن سرعة الفائقة وتناول الكحول أثناء القيادة بالإضافة إلى تركيب رواد الدراجات الهوائية للسماعات تعتبر من أكثر الظواهر السائدة والمقلقة في تسبب الحوادث المرورية، موضحا بأن نسبة الوفيات التي تسببها السيارة التي تسير بسرعة 80 كم في الساعة تفوق ب20% من السيارات التي تسير 30 كم في الساعة. وقال إن أبرز العوامل المسببة للحوادث في البلاد تكمن في تدني الوعي لاستخدام الطرق، داعيا بتحمل المسؤولية خلال القيادة نتيجة للأضرار البالغة التي تسببها الحوادث المرورية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية. صرح المدير الطبي لمستشفى عداق حمص الأهلي الذي يحوي مهنيين أكفاء ومستلزمات طبية متكاملة وبنية تحتية أساسية الدكتور كفليوسوس تدلا لوكالة الأنباء الإريترية، صرح بأنهم يعملون بالتركيز على توسيع خدمات صحة الأمومة والطفولة والتي اكتملت في المستشفى. وأوضح الدكتور كفليوسوس بأن المستشفى يقدم خدمات متابعة الحوامل قبل وبعد الولادة وضمان صحة الأنجاب وتطعيم الأطفال وخدمات التشخيص الطبي وكذلك طب الأسنان وغيرها من الخدمات، مشيرا إلى تشييد قسم عمليات جراحية للحوامل والذي يتوقع افتتاحه قريبا. من جانبها ذكرت مسؤول قسم الولادة في المستشفى الممرضة زيفان زرابروخ بتزايد الحوامل اللائي يراجعن المستشفى من فترة لأخرى، ونتيجة لذلك قدمت خدمات الولادة لأكثر من 2000 حالة ولادة في عام 2017. وأوضحت الممرضة روت بالاي مسؤولة قسم الفحوصات الطبية بأن المستشفى يقدم الخدمات الصحية للقادمين من الأقاليم الأخرى إضافة إلى سكان الإقليم الأوسط، مشيرة إلى أهميته البارزة نظرا لتدشينه في منطقة مزدحمة وتوفر إنسابية المواصلات. وأشادت المستفيدات من خدمات المستشفى بالخطوة البناءة التي أرستها الحكومة لهن، مما عززت من ضمان صحتهن وصحة الجنين والمواليد. ودشن المستشفى الذي كلف صيانته 17 مليون نقفة ويضم 23 غرفة و30 من الأسرة لخدمة الولادة، دشن في 2 ديسمبر المنصرم.
افتتحت مدرستين في مديرية قارورة لخدمة المواطنين الرحل. وأوضح السيد محمد إدريس محمد علي مسؤول مكتب التعليم في المديرية بأن المدرستان التي تقدمن الخدمات التعليمية بما يتناسب مع الرحل من شهر يونيو وحتى شهر يناير أتاحتا فرص تعليمية للعديد من الأطفال الذين كانوا محرومين من تلقي التعليم. وأشار السيد محمد إدريس إلى وجود 3 رياض للأطفال و7 مدارس ابتدائية و3 متوسطة وثانوية واحدة و18 نقطة لتعليم الكبار في 11 إدارات للضواحي في المديرية، مشيدا بالمشاركة الفعالة. وفيما يتعلق بمشاركة الإناث ذكر السيد محمد إدريس بأن نسبة مشاركتهن في المدارس الابتدائية تصل إلى 47% و43% في المدارس المتوسطة و32% في المدرسة الثانوية. ويقوم المعلمون ولجان الآباء بجهود مكثفة مستمرة لتعزيز المشاركة في مائدة التعليم. أعلن مدير مديرية جندع السيد عمر يحيى حاج في اللقاء الذي أجراه مع مدراء الضواحي وأعضاء المجلس ومسؤولي مكاتب الوزارات بأن البرامج التنموية التي انتظمت في المديرية عام 2017 بالتنسيق بين المواطنين والجهات المعنية كانت برامج فعالة. وأوضح السيد عمر البرامج التي منحت الأولوية وحققت نتائج ملموسة، وأهمها بناء المدرجات والحواجز المائية وصيانة الخزانات ومساعدة أسر الشهداء والوقاية من الملاريا وغيرها. وذكر السيد عمر عن مواصلة البرامج بشكل أكثر فعالية عام 2018، واشتملت البرامج التي وضعت لتنفذ بمشاركة أهلية عالية على توسيع برامج تعليم الكبار واكتمال المدارس المشيدة في ضاحيتي حوزيت وعندل، وتأكيد خدمات المياه والكهرباء لمدينة جندع، وبناء السدود الجوفية في ضواحي محبار ونفاسيت وحوزيت ودونغولو العلاي. من جانبه ذكر المدير التنفيذي لمديرية جندع السيد إيوب تسفا ميكائيل إلى تعزيز دور مدراء الضواحي والسكان للحفاظ على النتائج المحققة في العام الماضي وتأكيد استمراريتها. وقدم المشاركون آراء ومقترحات أهمها إعطاء اهتمام أكبر لخط مياه دونغولو العلاي دماس وتخصيص مراع خاصة للسكان القاطنين في محيط المحميات وزيادة حافلات شركة حارات الناشطة في خط جندع أسمرة وغيرها من الآراء والمقترحات. نظم في مدينة دباروا سيمينار بهدف رفع الوعي القانوني بمشاركة مسؤولي فروع الوزارات ومدراء الضواحي ولجان القرى وأعيان مدينة دباروا. وأوضح مسؤول مكافحة الجرائم بشرطة الإقليم الجنوبي الرائد والدو زولدي في السيمينار الذي نظم في الأول من فبراير الجاري أهمية ودور السيمينار في رفع فهم ووعي المجتمع القانوني والحد من الجرائم والمخالفات ومكافحتها. وقدم الرائد والدو تقريرا مفصلا مرفقا بالإحصائيات فيما يتعلق بالجرائم التي شهدها الإقليم الجنوبي في العام 2017 وأغلبها من قبل فئة الشباب، مشددا على ضرورة متابعة الآباء لأبنائهم وتوجيههم. وفيما يتعلق بحوادث المرور قال إن معظم الحوادث كان سببها إهمال سائقي المركبات والمشاة بالإضافة إلى عدم احترام قوانين المرور، موضحا الخسائر المالية التي شهدها الإقليم الجنوبي في عام 2017 والتي تقدر ب 141 مليون نقفة. من جانبه أشار مسؤول شرطة دباروا الرقيب هيلا هبتي إلى أن المديرية لم تشهد ظواهر مخالفات مخيفة، إلا أن حوادث المرور شهدت إصابة 17 شخصا بجروح بالغة وخسائر مالية تقدر ب2 نقفة. وألقى مدير المديرية السيد فروانجيل تخل هيمانوت كلمة الختام دعا فيها المواطنين للتعاون مع الشرطة الأهلية والمراكز ومدراء الضواحي لكشف المجرمين والمخالفين. بدورهم قدم المشاركون آراء ومقترحات بناءة من ضمنها تنظيم دورات تأهيلية حول قوانين المرور للطلاب والمحاكمة العادلة للمجرمين وإيلاء اهتمام أكبر للمراكز الشبابية لتلقي الشباب برامج تعليمية وترفيهية. مشاهدينا الكرام، من الأنباء المحلية إلى الأنباء العالمية بعد هذا الفاصل.
على الصعيد العالمي، وافق رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف على نشر طائرة حربية روسية في جزيرة متنازع عليها قريبة من اليابان لتسرع روسيا بذلك تسليح المنطقة في وقت تشهد فيه علاقات موسكو مع طوكيو توترا بشأن نشر نظام دفاع صاروخي أمريكي. وفي مرسوم نشر يوم الخميس، سمح ميدفيديف لوزارة الدفاع الروسية باستخدام مطار مدني على جزيرة إيتوروب لنشر طائراتها الحربية. ومرسوم ميدفيديف هو أحدث خطوة في التعزيزات العسكرية الروسية التي شملت نشر موسكو مجموعة من أحدث نظم الدفاع الصاروخي على الجزر وخطة لبناء قاعدة بحرية هناك، برغم أنها تواصل المحادثات بشأن الأراضي المتنازع عليها. كما يأتي أيضا في وقت تشعر فيه روسيا بالقلق بسبب سماح اليابان لواشنطن باستخدام أراضيها كقاعدة للتعزيزات العسكرية الأمريكية في شمال آسيا بذريعة التصدي لكوريا الشمالية. أقرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد إقامة ما يقرب من 7,000 سوريين يعيشون في الولايات المتحدة مع استمرار الحرب في بلادهم. وقد حصل هؤلاء على حق الحماية من الترحيل بموجب برنامج إنساني يضمن الحماية المؤقتة. وكان الرئيس الأمريكي قد ألقى في الشهور الأخيرة برنامج الحماية الإنساني TPS لمواطني عدد من البلدان مثل سلفادور وهايتي ونيكاراغوا. ويسمح البرنامج الذي أنشئ عام 1990 للمهاجرين من البلدان التي تعد غير آمنة بالإقامة والعمل بشكل قانوني في الولايات المتحدة. وكان من المقرر أن تنتهي صلاحية برنامج الحماية للسوريين المقيمين في الولايات المتحدة في 31 من مارس المقبل، لكن التمديد الجديد منحهم 18 شهرا إضافيا على الأقل. تقطعت السبل بمئات السياح في نيوزيلندا بعدما ألحقت عاصفة قوية أضرارا بالطرق واقتلعت أشجارا وأسقطت خطوط الكهرباء. وجلب الإعصار المداري فيه هذا الأسبوع أمطارا غزيرة أغرقت مدينة دينوند الجنوبية وبلدة بولر على الساحل الغربي، مما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ ومطالبة السكان بعدم السفر برا. وقالت السلطات في نيوزيلندا إن الأحوال الجوية السيئة ألحقت أضرارا بطريق رئيسي حول هاست التي تبعد 426 كيلومترا شمال غربي دينوون، مما أدى إلى تقطع السبل بمئات السياح في البلدة. وقالت هيئة الإرصاد الجوية النيوزيلندية الجمعة إن العاصفة تتجه جنوب شرق البلاد. في النبأ الأخير، تحطمت طائرتا هليكوبتر عسكريتين جنوب فرنسا يوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وفقا لتقارير الشرطة الفرنسية. ووقع الحادث بالقرب من قرية كريس الفرنسية الواقعة شمال سان تروبيه. ولم يتضح حتى الآن سبب التصادم بين الطائرتين، وهما من طراز كازيل التابعتين لمدرسة عسكرية تدعى إله. وقالت مصادر رسمية إن المدرسة تعمل في تدريب طيارين لصالح الجيش الفرنسي وجهات عسكرية أخرى. ودخلت طائرة الهليكوبتر من طراز كازيل الخدمة في الجيش الفرنسي منذ سبعينيات القرن العشرين، ولا تزال تستخدم حتى الآن. كما أنها الطائرة التي تقوم بمهام الجيش الفرنسي في مكافحة الإرهاب في مالي. وفي حادث سابق اصطدمت طائرة فرنسية من نفس الطراز بخط للطاقة الكهربائية عام 2003، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، وقتا ممتعا نتمناه لكم مع بقية برامجنا.